وين مشى السفساري؟ نساء بكري مع رجال بكري، خاطر كان راجل كيما الراجل قبل ما تخرجش المرأة عريان، وتو حتى عزوز هاني لابسه سروال وخارج، ما عادش كي بكري يحترموه، وهي زينة المرأة سترتها. المرأة بكري كي تعمل السفساري وتمشي تلقاها الواحد يلاه وقتاش يشوف قدها ولا ساقها ولا يدها وتوا بنيتي كل معزة كل شيء على بر. حتى النساء عفوهم والله بالحق، حتى النساء سامحني عاد مش على الناس الكل. فما بنيات هكا تلبس سروال تلبس كابوت تسميرها بطلوطه مستوره، وفما نساء عملت العار كبيره وصغيره عملت العار. منين السفساري باش يشوفوه تو؟ اما هذايا سترة المرأة وعز تونس وعز كما نقولوا فيها الجدرة الاولى السفساري. انت يا حاجه من وقتاش لبستوا السفساري؟ من عام الاستقلال، وقت هذا عمري 15 سنة كنت نلبس في اللحفة المصري. كانت اللحفة المصري هكا كحلة ورخامة وروبة اليدين طوال والروبة طويل، ومن بعد هيك عرفنا نعملوا السفساري والرخام. عمرك ما نحيتوا سفساري من فوق بدنك كي تخرج البر؟ لا ما نحيشو في مرشي في حانوت في قضية ما نحيش، يظهر لي كلي زرقاء علينا بالكل، ما نجمش نحيه خاطر استانست بيه، ما عادش نجم نحيه بالكل. انت لبستوا يا حاجه خاطر كنت تحب تلبس السفساري، ولا خاطر ممكن خاطر وقت عهد الاستقلال معناتها النساء الكل لبس يلبسوا كي؟ بكري ما فماش مرأة تخرج بلا سفساري، وما فماش بنية تخرج بلا لحفة مصري، وكي بدات تقرا وبدات تتولد هكا شوي بدو ينحوا البنات الصبايا، وبعد تبعتهم نساء الكبار، ومن بعد اما هي الرسمي بكري تخرج بلا سفساري يعايروه. ترى في روحك تو كي تشوف البنات نتاع توا وتشوف النساء نتاع توا وتشوف الشعر المجبود وتشوف قيمته بسترته في قيمته باحترامه والله ما هو شعار. اما العار شنو بنتي؟ هاكل تمشي تلبس كم تعروبه وتخلي الكم الاخر عند الخياط مجونحه حاشاك دجاجه، واللي تمشي حاشا بنيتي مفصله تفصيل. سفساري سروال محزوق تلقاها مفصله فيه تفصيل، هذه المشباهي. ومراه مرت الراجل تلبس خيط منه وخيط منه وتخرج في دارها تلقاها كالخديمه، والبر تضربها بالطلوه تروحها